عضلات فيديو جديد. النهارده هجرب لكم تراويق الفطار من نغم بيروت. تراويق واضح من اسمها ترويقه، عشان دي حاجات على الفطار وكده فبيسميها الترويقه. انت بتروق كده باول. طبعا هو في عيش 10 ترغفه. هو العيش المره دي مش عاجبني زي المره اللي فاتت، يعني اغلبه ناشف كده. طبعا في شويه معالق وشوك. طيب اول حاجه يا جماعه قبل ما نبدا بس متنساش تعمل لايك، اشترك في القناه ومش مشترك. مش عارف بتحمس قوي لما بقول لكم. اول نوع معانا فول بالحمص. هو طبعا الاكل انا كنت حسيته اول ما جه بالظبط كانت السخونيه معقوله، بس هو دلوقتي بقى ده بدا يبرد يعني. اوه بصوا يا جماعه شكله اوف. فول بالحمص صراحه يعني شكله يفتح النفس قوي. العيش مش كله طري، يعني بصوا نفس نوعيه العيش اهي. العيش نفسه حلو بس للاسف مش كله طري زي المره اللي فاتت. يعني بصوا ده بالذات مثلا مكسر كده ومفتفت، مش المهم. تعالوا بقى نجرب يا جماعه الفول اللي بالحمص ده. معرفش محطوط ايه، حوالي طحينه دي ولا ايه. طعمه شديد قوي. طحينه على فكره اللي حواليه دي. فول وفوق حمص بجد. شديد ملح مظبوط قوي، ملح مظبوط قوي. ده بكام؟ الطبق ده ب50 جنيه. لا عسل عسل. وبعدين انا معرفش كمان ان بيحطوا حواليه طحينه. انا وانا بطلبه مفكر ان هو هيبقى طبق فول وعليه الحمص، انما فكره ان هو الفول محوطينه بكميه كبيره من الطحينه كده، معمول بطريقه غريبه، يعني معمول بطريقه غريبه. ده مش حواليه بس، ده حواليه وجواه كمان. معرفش فول معمول كده غريب. لا لا لا، عارفين يا جماعه مظبوط قوي، مظبوط قوي على التكه. الملح بتاعهم بيرفكت ومدي مزازه كده، مدي مزازه كده صايعه. الحمص اللي فوق ده اللي هو الحمص اللي هو بتاع البليله اللي بنعملها في شم النسيم، اللي هو الكبيره دي. جميل. لا الطبق ده انا متمزج منه قوي 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 قوي. لا الطبق ده بالذات مزاج. تاني حاجة هنجربها فلافل لبناني. انا جربت لكم قبل كده الطعمية المصري كتير، المرة دي بقى نجرب الطعمية اللبناني، نشوف الطعمية اللبناني تفرق ايه عن الطعمية المصري. الطعمية اللبناني الطعمية هم قالوا لي بالحمص، هم قصدهم بالسمسم بقى لان محطوط سمسم مش حمص. ايه يا لبنان ده؟ يا لبنان انتوا بتعملوا الطعمية كده يا لبنان؟ ايه ده يا لبنان؟ قضيتوا على الطعمية المصري يا لبنان. بصوا بيعملوها سمسم ابيض واسود يا جدعان. ياني على طبق الطعمية اللبناني. ياني شكلها جامدة قوي بصراحة يا جماعة الطعمية اللبناني. وكمان حاطط لك تحتها كده شوية خس كده وفي علبة طحينة جوه. اوه يا جدعان الطعمية اللبناني يا بشر. ايه يا جدعان ده يا جدعان؟ يا خبر. بس الخضرة من جوه مش خضرة قوي. احلى حاجة ان عاملين الطعمية بطريقة كده غريبة، سميكة كده شوية، مش رفيعة، حلوة. والسمسم اللي فوق ده جميل عظيم. وحبة طحينة بقى عسل كمان. هي الطعمية لازم معاها طحينة يا جماعة، لازم معاها طحينة. حتى انا لما عملت لكم الفيديو اللي هو المتابعين يتحكمون فيا لمدة 24 ساعة، لما كان الفطار في طعمية انا جبت ايه؟ طحينة. لازم الطعمية يبقى معاها طحينة، ما ينفعش. بصوا يا جماعة من الاخر عشان تبقوا عارفين، الاكل ليه قواعد ما نقدرش نتخطاها.
الاكل ليه قواعد ما نقدرش نتخطاها. لا بجد نقوم نرشق بقى طعميتين كده جوه، طعمية بالسمسم يا جماعة، طعمية بالسمسم. ونحط بقى، استنوا كده افعص طعميتين جوه. هي بس في نقطة بس عايز اقولها، احنا في البيت بنعمل طعمية احسن من بتاعة المحلات. ليه؟ يعني رغم ان دي جميلة، هي حلوة بس تلاقي الخضرة من جوه فاتحة، انما الطعمية لما بتتعمل في البيت بتبقى خضرة. بس بصوا يا جماعه، المطاعم والمحلات الفول والطعميه بيضيفوا للخضره بتاعه الطعميه عيش متفتفت، وما تستغربوش من المعلومه دي حقيقه، لان مش هيقدر يحط لك خضره بالكامل، هتبقى الطعميه تكلفتها عاليه قوي، فبيضطروا يعملوا ايه؟ بيكتروا الكميه عشان التكلفه تبقى اقل، بان هو يحط ايه؟ عيش. وطبعا وسط الخضره لما كل ده بيتخلط مع بعضه بالمكنه ما بيبانش، انتوا فاهميني؟ بس ده اللي بيخلي الخضره فاتحه. ايوه يا جماعه خدوا بالكم من المعلومه دي، عشان كده لما الطعميه بتتعمل في البيت تقدر انت تتحكم فيها بقى، انت بتحطلهاش عيش، بتبقى خضره جامده قوي. بس عامه يعني الطعميه دي حلوه يعني، مش وحشه، في بيعملوها افظع من كده. الطبق ده بكام؟ انا ما بقولكوش اسعار ليه يا جماعه؟ ب 50 جنيه. بنسى اقول لكم الاسعار ليه؟ لا بجد انت عاش. لا حلوة عسل ده ب50 جنيه، يعني الطعمية الواحدة ب8 جنيه. مالها الطعمية المصري بس. تالت حاجة معانا، اوف، يعني يا جماعة بيض بالسبانخ واللحمة المفرومة. انا عايزكم تتخيلوا الاسم كده، بيض بالسبانخ. انا اول مرة اشوف كده، انا اول مرة اعرف ان البيض ممكن، يعني شوف البيض اصلا مغذي، تخيل لما يبقى جوه سبانخ ولحمة كمان. بصوا يا جماعة، يعني يا جماعة شكله جامد. شوف. ايه ده؟ بصوا الظهر عامل ازاي. ايه ده يا جماعة، ايه ده؟ بس ده اغلى حاجة بقى، ده ب95 جنيه يا جماعة، ده ب95 جنيه يا جماعة. بصوا من جوه. استنوا نجيب حتة عيش بقى يا جماعة ونعمل لنا سندوتش حلو كده. اوف، ايه ده؟ جواه حاجات كده مش عارف، حاطين فيه حاجات غريبة كده بصراحة. مش عايز اكتر طبعا يا جماعة، عشان البيض بالذات يا جماعة بيتخن بطريقة باش. تخيل انت بيض بالسبانخ واللحمة المفرومة. منعش قوي. في حاجة جواه كده، حاجة بنت لذينة بتديلك كده قرمشة كده خفيفة كده، معرفش حاطين جواه ايه، ممكن يكون حمص، مش عارف. ده بالذات صايع قوي ده، شوفوا وش التحميرة اللي من تحت ده، ايه ده؟ جامد. الطبق ده جامد قوي بس غالي قوي. الطبق اللي بعد كده عجة بالبصل الاخضر، 57 جنيه.
عاملينها سميكه، بصوا من ورا بردك محمرينها بردك تحميره حلوه، مش زي التانية قوي، بس ديت يمكن كل واحده بقى ولها طريقتها. بصوا يا جماعه بردك التحميره 57 جنيه. طبعا بتبقى عجة بيض. انا على فكره يا جماعه من عشاق عجة البيض جدا. اوف اوف، ده عاملين البيض البيض يا جماعه سميك يعني. بص كده، بص البيض معمول بكام بيضه ده. لا شكله حلو، وملح مظبوط قوي، الملح مظبوط قوي. بس عجة بيض 57 جنيه. 57 جنيه ليه؟ انا لو هعمل عجة بيض في البيت لا مؤاخذة هدفع كام؟ انا لو هعمل يعني دي معمولة بكام؟ بيضتين يا عم، 3 بيضات بكام؟ 3 بيضات بكام؟ النص كرتونة مش ب 80 جنيه باين؟ 15 بيضة، البيضة بكام؟ 5 جنيه، البيضة ب 5 جنيه، البيضة 6 جنيه يا عم، 6 جنيه يا عم، البيضة ب 6 جنيه، 6 في 3 بكام؟ ب 18 جنيه. وبصل الاخضر بكام؟ بكام كيلو البصل الاخضر يعني؟ بكام؟ وانا هستخدم كيلو يعني؟ انا هستخدم كيلو؟ هما بصلايه ولا حاجه. بكام؟ هيقف عليا بكام؟ 25 جنيه الطبق ده هيقف عليا ب 25 جنيه. هما بقى بيبيعوا ب 57 جنيه ليه؟ ليه؟ الاختراع في كده. بيض، عجة بيض بالبصل الاخضر، الاختراع فيه عشان يتباع ب 57 جنيه. ليه؟ ما تخلوناش بقى نتعصب ما تخلوناش بقى وقع حاجه. ممكن اعمل حاجه صراحه عارف انتوا ممكن تكونوا ما شفتهاش قبل كده، بس طحينه على البيض عادي عادي يا جماعه يعني. دي للناس الذويقه اللي زي كده، دي للناس الذويقه. تحط طحينه على البيض عادي، المشكله عادي عادي يعني. ايه يعني؟ انا بصراحه مش راكبه خالص، هو بوظ الطعم اساسا، بس عادي، ايه المشكله حلو. لا البيض اللي حلو، لكن الطحينه على البيض مش راكبه خالص يا جماعه. بس بصراحه البيض اللي بالسبانخ واللحمه المفروم اجمد بكتير 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 قوي. التاني كان طعمه مختلف يعني، بس ده شغال برضك حلو مش وحش يعني. اخر حاجه بقى يا جماعه جبنه بالزعتر، ويمكن دي ارخص حاجه النهارده يعني يا جماعه. ده فطار وانا مش بجيب غدا يعني، ولا ده فطار والله يا جماعه. ايه الاسعار دي؟ اوف، عاملينها بقى بلوكات وعليها الزعتر يا خبر. 45 جنيه ولا 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 يعني يا جماعه يعني. بص يعمل لك البلوك دي جبنه فيتا، واضح ان هي جبنه فيتا طريه قوي. بص يعمل لك البلوك كده وعليه الزعتر، حاجه كده. احساس ان الجبنه تبقى بلوكات اصلا ده احساس مختلف خالص. مش مهم احطه في سندوتش، انا هاكلها كده. جبنه فيتا عدمه، وانا بموت في الجبنه الفيتا لما تبقى كده عدمه خالص وعليها الزعتر. لا 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 بجد شديدة شديدة. لا لا بجد صايعة. على فكرة التوصيل كان 20، قالوا لي نص ساعة ويوصل، وصل في نص ساعة فعلا بالظبط بالظبط. بس كان الفيديو خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. استنى فيديو جديد.